الكآبة وضوجة. بيبي راحت للسفر وعمة زهرة صار لها يومين ماكو. والله عمو بصراحة صدق البيت صاير ضوجة. بنفس الوقت عم زهراء اتصل عليه وقال تعال عمو اريدك بشغلة، شو تقولين لو تجين وياي لين اخاف اخليك بالبيت؟ عمو مو تدري بيا عندي امتحان باكر وما اقدر اروح وياك لانه قاعد اقرا. تمام حبيبتي، العداني راح اروح وراح اوصي الجيران عليك، كل شوية تجي عليك ام محمد، تمام؟ عمو لا تخاف علي ترى انا كبيرة. لا ادري بيك انت كبيرة وتفتهمين وعاقلة، بنفس الوقت انا محذرك لا توصلين يمي الكهرباء ولا تشغلين الطباخ، تمام؟ ماشي عمو ماشي، بس دير بالك على نفسك. ماشي حبيبتي. عمي داز عليك على موضوع، والموضوع كلش مهم. موضوع مهم؟ عمو ذا الموضوع يمي ما يكون خاطرك الا طيب، شنو هو؟ عمي مصطفى تدري انا والعلوية وحدنا وما عندنا اطفال. والله يا عمي ما اقول انه ان شاء الله يرزقك بالذريه الصالحه، بس صارت عندكم مشكلة من ورا هاي البنية بنت اخوك، ليش ما تصليها نتبناها؟ لا عمي هاي الكلمه اللي قلتها راح اعتبر نفسي انه ما سامحها، لان انا احبكم وانت محتبرك بمثابه والدي. صح انت عم زوجتي، بس هذا الكلام ما ينقال. وبنفس الوقت انت قلتها هاي بنت اخوك عارضي، باكر عقبه راح تعير، مو والله بسبب مرتي لازم اذب بنت اخويا بالشارع. عمي انا اترخص وجزاك الله الف خير على المي والشاي، في امان الله. يابا أنا وعدتك بعد ما تنعاد، لأن الشي اللي كنت أسويه كلش غلط، كنت أحط عقلي بعقل طفلة. عافية بنيتي، أريديش تبيضين وجهي. يلا وصلنا خلينا ندخل. يلا بابا. جاء رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال له يا رسول الله أني إيه خالة حبيبتي جيتك. أم زهراء تفضل جدو تفضل البيت بيتك. يلا بابا تفضل. منورة جدو، عمك وين؟ جدو هسه يجي عمو على جيد. أنا هم مشتاقة لك يا روحي. اهلا وسهلا. أهلا وسهلا عمو، تفضل حبيبي. هاي الأمانة مثل ما وعدتك جبت لك إياها، وإن شاء الله أريد مشاكلكم تحلولها بيناتكم بعد. عمو انا وياها ما عندنا كل مشاكل، بالعكس انا وياها متفاهمين، بس ما ادري هي ايش بيها. مصطفى أنا ما عندي أي خلاف وياك، كان عندي خلاف بسيط ويا منورة، وبعد منها راح أعتبرها مثل أختي.